السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صباح الخير صباح الرضا، أو مساء الخير مساء الرضا في أي وقت بتشوفوا الفيديو. شكرا لكم وشكرا لتعليقاتكم ليا، ما تحرمش منكم أبدا، أحسن اخوات في الدنيا كلها. ربنا يبارك لي في عمركم يا رب. لايك وشير الفيديو وتعالوا نشوفوا البصل المزرع البايظ اللي عندنا ده عملنا بيه ايه. زي ما انتم شايفين هنا كده، بسم الله ما شاء الله، اي بصلايه عندي. طبعا في الوقت ده البصل كتير بيكون مزرع ومفرغ زي ما انتم شايفينه كده، فانا مش برميه. عندي طبق كبير كده، بلاستيكه كبيره كده، جبت فيها شويه من الطينه وحطيت فيها البصل كده. بسم الله ما شاء الله، شايفين جميل ازاي؟ وبقى معايا احلى بصل، ما بشتريهوش من بره. وكمان اللي انتم شايفينه ده نعناع اللي هو يم جوه ده. جبت كده جدر نعناع وحطيته، يعني مش بذور، ده كان جدر كده. وحطيته دبل يومين، وبعد كده نبت معايا وطلع معايا نعناع، هتشوفوا دلوقتي. ما شاء الله شايفين، بسم الله ما شاء الله. انا بصراحة ما بحبش النعناع الناشف، فبحب النعناع الاخضر. فكان نفسي ان انا ازرع النعناع، لان طبعا نكهة النعناع وريحته جميلة جدا. فانا بحب النعناع الاخضر عن النعناع الناشف. وزرعته زي ما انتم شايفين وطلع معايا بسم الله ما شاء الله. شايفين كمان اهوت. هو جدر واحد بس هيفرع معايا كتير وهيعمل معايا كتير، عشان لسه زرعاه قريب ما عملش. شايفين البصل بتاعنا طوله عامل ازاي؟ بس هو طبعا علشان في البلاستيكه وكده فبيتني لتحت والعيدان بتاعته زي ما انتم شايفين كده. لكن ما شاء الله عليه، طوله البصلايه بسم الله ما شاء الله شايفين. واخضر كده وطري كده، ولا سماد ولا اي حاجه خالص، يا دوب بس شويه الميه اللي بحطهم له، ومفيش اكتر من كده. شايفين جميل ازاي؟ ولا واخد كيماوي ولا واخد اي حاجة. حاجة كده نظيفة، حاجة كده زرعة زي الفل ما شاء الله. من بصل كنت هرميه، لانه طبعا ما ينفعش ان احنا نطبخ بيه ولا حاجة. فحطيته كده وبسم الله ما شاء الله شايفين زي الفل. وكل يومين ثلاثة كده اسقيه شوية المية، ولا سماد ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. والنعناع شايفين النعناع ازاي جميل؟ يعني اكتر حاجة انا فرحانة بيها كمان هي النعناع. لان انا بعد كده هاخد البصل ده والنعناع هو اللي يفضل في الطبق بتاعنا ده. وهيملى الطبق ده ان شاء الله، لان بسم الله ما شاء الله بيفرع ويعمل فروح كتير. شايفين البصل وجماله؟ حاجة كده كنت هرميها، لا استفدت بيها وحطيتها زي ما انت شايفة كده. وفي فكرة تانية، لو انت ما عندكيش طبعا الطينة او الطامية ديت، هتجيبي بلاستيكة بغطا، هتقوري الغطا بتاعها على قد البصلاية، وهتملي البلاستيكة دي مية وتحطي فيها البصلاية في البصلاية على الغطا. يدوب الجذور بس اللي تكون ملامسة المية. هتطلع معاكي زي ما انت شايفة كده البصلاية بسم الله ما شاء الله فيها كام عرق بصل. بسم الله ما شاء الله الواحدة بتطلع كام واحدة؟ بسم الله ما شاء الله شايفين كتير قد ايه. فاعمليها بالطريقة ديت. هاتي بلاستيكة كده قديمة ما انتش محتاجاها بس ما تكونش مخرومة، وحطي فيها شوية مية، وقوري الغطا بتاعها كده على قد البصل اللي انت عايزة تحطيه، وحطي الجذور خليها هي اللي طايلة المية، وهيفرع معاكي وهيبقى معاكي زي ده بالظبط. هيبقى زي ده بالظبط. جربي الطريقة ديت وان شاء الله هتنفع معاكي وهتبقى زي الفل. طبعا في ناس كتير ما بيوصلهاش ما بيكونش عندها الطينة ديت، فاعملي بالطريقة اللي انا قلتلك ديت بيها. هناخد بقى كده من بسم الله ما شاء الله من البصل بتاعنا، علشان نغسله كده ونحطه كده على الفطار بتاعنا. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ خدت المقص كده وبقص اهوت زي ما انتم شايفين كده. اللي بلاقيها كبيرة قوي باخدها. هو ما شاء الله كلته طري وكلته يعني ان هو يتاكل، بس انا بنقي بقى اللي هي عدانها طويلة زيادة عن اللزوم ومن نازلة لتحت كده. بقصها بالمقص علشان خاطر هتطلع غيره، يعني انا ما شدتهاش من جدرها علشان تطلع غير اللي انا بقصه ده. هتطلع غيره تاني. لكن انا لو كنت شلت الجدر بتاعها كله كده يبقى خلاص البصلة كده